السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل اسهل حلا اللي هو حلا الجيلي. طريقة سهلة خالص. معايا هنا باكوين جيلي نوع دريم، هو احسن نوع. في طبعا في بالمشمش وفي بالفراولة. هعمل النهاردة اللي بالفراولة. معايا هنا العبوة بتاخد كوباية مية. انا معايا هنا عبوتين، هاخد كوبايتين مية، يبقى كوبايتين مية. احط عليهم معلقتين سكر، كل عبوة كوباية مية ومعلقة واحدة بس سكر، لان الجيلي في ناس بتعمله من غير سكر اصلا. فهنحط هنا معلقة واحدة بس على كوباية المية. فحطيتين هنا كوبايتين مية على معلقتين السكر للعبوتين. وطبعا هعمل السكر هدوبه شوية، واول ما ياخدوا على النار يغلي المية بالسكر هفضي العبوتين الجيلي، وبالمعلقة طبعا هدوبهم كده. وهفضي عليهم بقى كوبايتين مية ساقعة. هطفي النار وهفضي كوبايتين مية ساقعة، يعني العبوتين الجيلي بياخدوا 2 مية مغلية وعليهم كوبايتين مية ساقعة. وخلاص كده بنطفي النار. يعني اول ما نغلي هنحط عبوتين الجيلي وهنطفي النار، ونحط بقى ايه بعد ما ندوبهم المعلقة كده نقوم حاطين كوبايتين مية ساقعة. وخلاص. سهلة جدا، اسهل نوع النوع الجيلي بجد، طريقته سهلة خالص. عندي هنا موز، هحط طبعا الموز هنا كده للتزيين وبيبقى طعمه حلو قوي الجيلي بالموز. مش هياخد منك وقت وطريقة سهلة لو عندك ضيوف. طبعا هنا في خلاص هحطه في التلاجة بقى، هسيبه لما يبرد وبعدين احطه في التلاجة مش في الفريزر. ساعة ما تحط في التلاجة ساعتين كتير او 3 ساعات، وهيبقى هيطلع بقى ممتاز. مع السلامة، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.